من آمن العقاب أساء الأدب. أكتر مثال حرفي ينطبق على قواعد الكرة المصرية في مصر واللي بيحصل فيها. أنا لو عندي هنا لجنة انضباط تحكم فورا، تحكم وتغلظ العقوبات على اللعيبة أو المسؤولين الإداريين اللي موجودين في قلب الملعب، ما كانش زمان كل اللي احنا بنشوفه ده حصل. عندك مثلا ابسط مثال السنه اللي فاتت في نهائي كاس مصر ما بين الاهلي والزمالك، بعد الماتش شيكابالا ودونجا عملوا حركات يعني تدل على الرشوه، ما تمش عقوبتهم وما تمش التحقيق معاهم، ما تمش فيهم اي حاجه. عندك في ماتش الزمالك المدرب جوزيه جوميز قام بالاعتداء على الحكم، وفي نفس الوقت بنلاقي ان لجنه الانضباط بعتت له مره واثنين وثلاثه، وهو كل مره ما بيروحش التحقيق بداعي ان هو عنده ظروف، ومع ذلك لجنه الانضباط بتيجي تقوم جايه بعتاله تاني. هو انت ما بتتعلمش؟ طلع عقوبه خلاص، هو ده بيتهرب من التحقيقات. ما علينا. ماتش بيراميدز والنادي الاهلي، الاساءات اللي تمت، واحد لاعب طالع شاتم صوت وصوره تمام ومتصور وطلع هو واعتذر، معنى كده ان هو بيعترف بغلطته. لحد الان انت ما طلعتش عليه عقوبه. انت دلوقتي بتتكلم ان اللاعب او المسؤولين عن الواقعه عموما واحداث المباراه ما تمش التعامل معاهم. طب انا دلوقتي انا كلجنه انضباط، انا لو بعد كل جوله في الدوري المصري اصدر العقوبات مره واحده وعقوبات شديده عشان الغلط ما يتكررش، عشان اللي غلط يبقى عبره اللي بيفكر ان هو يغلط زيه. ليه؟ لو انا جيت بصيت لقيت واحد عمل غلط ما تعاقبش عليه مره واثنين وثلاثه، او العقوبه بتاعته ايقاف ماتش، تغريم 10000 جنيه، مش عارف ايه الكلام الفاضي ده كله، هاجي هعمل نفس القصه وعادي بقى، ما هي زيطه. لكن انا دلوقتي لجنه الانضباط بتطلع بعد كل جوله القرارات اللي هي ايه؟ لاعب حصل على طرد فمش هيلعب الماتش الجاي. ما العالم كله عارف القصه دي. لكن انا عايز عقوبات رادعه رادعه، اللي يغلط ويتجاوز يقف عند حده. دلوقتي احنا شفنا في الامارات الحادثه اللي حصلت مع لعيبه نادي الزمالك، ربنا يا رب يفك كربهم يعني، تمام، بعيدا عن الكوره. دلوقتي انت بتتكلم ان اللعيبه قاموا بالاعتداء على المشجع او على فرد الامن او على المسؤول هناك، فطبيعي ان هم اصلا ما مش واخدين على الانضباط. مش بتكلم على لعيبه الزمالك بحد عينها، انا بتكلم في العموم. يعني انا بتكلم في العموم، لجنه الانضباط عندنا محتاجه احلال وتجديد، محتاجه ناس تكون ناس صارمه، ناس تعرف ان انت لو غلطت الغلطه دي انت ممكن اصلا تبطل كوره، مش اللي هو يعني تتغرم 10000 جنيه و15000 جنيه والمبالغ الهايفه بالنسبه للعيبه كره القدم، تمام، اللي مرتباتها بتتجاوز الملايين. عندي حاجه تانية برضو، ان انا مثلا عندي في النادي الاهلي لما جيت كهربا صحينا الصبح لقينا مليون جنيه غرامه ومشى من المعسكر. طب ليه يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ معلش بس حاجه حصلت في اوضه اللبس. بالتالي خد العقوبه فورا، خد العقوبه فورا وبينفذها.